هو كمان قاتل زي أبوه مع إنه بريء، والموضوع ده وصل لعيلة هيال، ووقتها الدنيا ولعت. أبوها وأمها واقفين قدامها: مش هتقبلي واحد ماضيه بالشكل ده، انسيه. لكن قلبها ما كانش بيطاوعها، كانت شايفة في عينيه براءة وإنسانية عمرها ما شافتها في غيره. الصراع الكبير روزجار حاول يهرب من الماضي، يحارب الدنيا علشان حبهم، بس الضغوط كانت كتير، وفجأة لقى نفسه داخل سباق موتوسيكلات خطير كأنه بيهرب من كل جرح قديم. والليلة دي حصلت الكارثة، الموتوسيكل اتقلب والناس جريت، وهيال وصلت وهي بتنهار، وروزجار اتنقل العناية المركزة بين الحياة والموت. النهاية بأسلوب مفتوح من غير حرق كامل. الحادثة دي كانت اختبار حقيقي. هل الحب اللي بدأ في اللحظة ممكن يكمل العمر كله؟ هل هيال هتقدر توقف ضد أهلها والماضي والوجع؟ وهل روزجار هيقدر يرجع تاني للحياة؟ الفيلم بيكمل بحب، خوف، دموع، وتمسك، وبيسيبك تسأل نفسك: هل لحظة واحدة بس كفاية تغير مصير اتنين؟ ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل ملخصات أفلام أول بأول.